تخيل انك صاحي الصبح رايح تشتري فطارك المعتاد، لقيت السعر زاد 20% عن امبارح. رحت المحل اللي جنبه نفس الحكاية، كل حاجة غلت فجأة. دي مش قصة خيالية، ده اللي حصل فعلا في تركيا سنة 21 لما التضخم وصل لأكتر من 80% في سنة واحدة. الليرة التركية بقت بتفقد قيمتها كل يوم، والناس كانت بتجري تشتري أي حاجة قبل ما الأسعار تطير أكتر. طب إيه اللي حصل وليه في بلاد تانية الموضوع مستقر؟ الإجابة يا صاحبي في حاجتين: السياسة النقدية والسياسة المالية. دي مش مجرد مصطلحات اقتصادية معقدة، دي الأدوات اللي بتحدد لو هتلاقي شغل ولا لأ، لو مرتبك هيكفيك ولا لأ، لو فلوسك اللي في البنك هتفضل محتفظة بقيمتها ولا هتتبخر قدام عينيك. النهاردة هتفهم بالظبط ازاي الحكومات والبنوك المركزية بتتحكم في مصيرنا الاقتصادي، وازاي قراراتهم بتأثر على كل جنيه في جيب. قبل ما نتكلم عن التعريفات، خلينا احكي لك قصة صغيرة. في سبتمبر 2008 البنوك الأمريكية بدأت تنهار واحد ورا تاني. ليمان براذرز، واحد من أكبر البنوك الاستثمارية في العالم، قفل. الناس وقفت في طوابير قدام البنوك عشان تسحب فلوسها قبل ما البنك بتاعهم ينهار هو كمان. العالم كله كان على حافة كساد اقتصادي أسوأ من كساد الثلاثينيات. بن برنانكي رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي وقتها عمل حاجة جنونية: خفض سعر الفايدة لقريب من الصفر، وبدأ يطبع تريليونات الدولارات ويضخها في الاقتصاد. الناس استغربت، هو ده الحل؟ نطبع فلوس أكتر؟ الحقيقة ده بالظبط اللي أنقذ الاقتصاد العالمي من الانهيار، ودي قوة السياسة النقدية. إيه هي السياسة النقدية؟ السياسة النقدية يا صاحبي هي كل الإجراءات اللي بياخدها البنك المركزي للتحكم في كمية النقود في الاقتصاد وتكلفة الاقتراض. في مصر المسؤول عنها البنك المركزي المصري، في أمريكا البنك الفيدرالي، في أوروبا البنك المركزي الأوروبي. البنوك المركزية يا صاحبي عندها سلطة رهيبة، سلطة إنها تخلق فلوس من العدم أو تمحيها من الوجود. بس إيه هي الأسلحة اللي بيستخدمها البنك المركزي عشان يتحكم في الاقتصاد؟ هم يا صاحبي ثلاث أسلحة. السلاح الأول سعر الفايدة، وده أقوى سلاح. سعر الفايدة فكر فيه على إنه سعر الفلوس. لما البنك المركزي بيرفع الفايدة بيقول للناس الفلوس بقت غالية، الاقتراض بقى مكلف. فكر 1000 مرة قبل ما تاخد قرض. الشركات بتأجل التوسعات، الناس بتأجل شراء البيوت والعربيات، السوق بيبرد. وده بيحصل عادة لما التضخم يكون عالي. على العكس، لما يخفض الفايدة بيقول للناس الفلوس بقت رخيصة، اقترض أكتر، استثمر أكتر، انفق أكتر. الاقتصاد بينتعش. في 2022 البنك الفيدرالي الأمريكي رفع الفايدة 11 مرة في أقل من سنتين، وصل من صفر تقريبا ل 5.5% في محاولة يأسة لترويض التضخم اللي وصل ل 9%، وده كان أعلى رقم وصله في 40 سنة. السلاح التاني بيسموه عمليات السوق المفتوح. تخيل إن البنك المركزي عنده حنفية نقود عملاق. لما بيشتري سندات حكومية من البنوك بيفتح الحنفية، بيدي البنك فلوس جديد، والبنوك دي بتديها للناس كقروض. لما بيبيع سندات بيقفل الحنفية، بيسحب الفلوس من السوق. البنوك المركزية بتشتري سندات بمليارات الدولارات كل شهر في برنامج اسمه كوانتاتيف ايز او التيسير الكمي، بيستخدموه لضخ سيولة ضخمة في الاقتصاد. وده اللي حصل بعد 2008 وتاني في 2020. السلاح الثالث وهو الاحتياطي الالزامي. البنوك العادية مش بتقدر تستخدم كل الفلوس اللي عندها، لازم تحتفظ بنسبة كاحتياط، عشان لو كل الناس جت تسحب فلوسها مرة واحدة البنك هيفلس. البنك المركزي ممكن يغير النسبة دي، لو رفعها البنوك هتبقى محتاجة تحتفظ بفلوس أكتر، يبقى القروض اللي تقدر تديها أقل، ولو خفضها العكس بيحصل. طب ده باختصار السياسة النقدية. إيه بقى السياسة المالية؟ السياسة المالية بقى هنا الحكومة بتتدخل. سنة 33 أمريكا كانت في قلب الكساد الكبير، ربع الشعب الأمريكي عاطل عن العمل، الناس بتموت من الجوع حرفيا في شوارع أغلى دولة في العالم. فرانكلين روزفلت بقى رئيس أمريكا عامل حاجة ثورية، قرر إن الحكومة نفسها تصرف بلايين الدولارات، تبني سدود، طرق، مدارس، مستشفيات، خلق ملايين الوظائف الحكومية. الاقتصاديين الكلاسيكيين اتجننوا، الحكومة بتدخل في الاقتصاد، ده جنون. لكن ده اللي أنقذ أمريكا، ودي قوة السياسة المالية. إيه السياسة المالية بقى؟ السياسة المالية يا صاحبي مسؤولية الحكومة مش البنك المركزي. هي ببساطة الحكومة هتصرف كام وهتجمع كام من الضرائب. في نوعين: سياسة توسعية، دي الحكومة فيها بتدوس على البنك. لما يكون الاقتصاد في ركود والبطالة عالية، الحكومة ممكن تعمل واحد من الاثنين أو الاثنين مع بعض: تزود انفاقها عن طريق انها تبني مشاريع ضخمة او توظف ناس اكتر وتدعم الصناعات، او تقلل الضرائب. الناس والشركات يفضل لهم فلوس اكتر يصرفوها ويستثمروها. المشكلة ان ده بيخلق عجز في الموازنة، الحكومة بتصرف اكتر من اللي بتجمعه فبتضطر تقترض، الدين العام بيزيد. والنوع التاني السياسة الانكماشية، دوس فرام. لما الاقتصاد بيكون سخن، التضخم طالع، الحكومة بتعمل العكس، بتقلل الانفاق
وتزود الضرائب. ده بيسحب فلوس من السوق ويهدي الاقتصاد. هديك مثال باللي حصل في اليونان في 2010. اليونان كانت بتصرف بجنون لسنين. الدين العام وصل ل 180% من حجم الاقتصاد الكلي. اليونان كانت على وشك الإفلاس. الاتحاد الأوروبي قال لليونان هنساعدك بس لازم تطبقي سياسة انكماشية قاسية. الحكومة اليونانية قطعت رواتب الموظفين، رفعت الضرائب، قللت المعاشات. النتيجة ايه بقى؟ النتيجة ان البطالة وصلت ل 27%، خصوصا بين الشباب وصلت ل 60%. اقتصاد كامل بينهار. الدرس اللي نطلع بيه يا صاحبي ان السياسة المالية سلاح ذو حدين، استخدامها الخاطئ ممكن يدمر شعوب كاملة. كده شرحنا السياسة النقدية والسياسة المالية. طب ايه اللي بيحصل لما الاتنين بيتعارضوا مع بعض؟ تعال نرجع لتركيا. الرئيس اردوغان كان عنده نظرية اقتصادية غريبة، ان رفع الفايدة بيسبب التضخم مش العكس. ده ضد كل المنطق الاقتصادي. فضل يضغط على البنك المركزي التركي يخفض الفايدة رغم ان التضخم كان بيطير. طرد 4 محافظين للبنك المركزي في 3 سنين لانهم رفضوا يطيعوه. في نفس الوقت الحكومة التركية كانت بتصرف ببذخ على مشاريع ضخمة. النتيجة كانت كارثة. الليرة التركية خسرت 80% من قيمة. التضخم وصل ل 85%. المواطن التركي العادي بقى أفقر بكتير. طب ليه الاستقلالية مهمة؟ البنوك المركزية الناجحة في العالم كله مستقلة عن الحكومة. ليه؟ لأن الحكومات عندها إغراءات سياسية، عايزة تكسب انتخابات، فبتخفض الفايدة، تزود إنفاق، اخلق شعور زايف بالرخاء. بعد الانتخابات التضخم هينفجر، الشعب هيدفع ثمن. البنك المركزي المستقل بيقدر ياخد القرار الصعب اللي محدش عايز ياخده، بس هو صح. في مارس بقى 2020 العالم كله أغلق، اقتصادات كاملة وقفت. هنا حصل تنسيق المثالي. البنوك المركزية خفضت الفايدة للصفر، طبعت تريليونات الدولارات. الحكومات لقت برامج دعم ضخم، دفعت رواتب للعمال اللي اتبهدلوا، دعمت الشركات. النتيجة رغم ان الأزمة كانت أسوأ من 2008 العالم تجنب كساد اقتصادي كبير، لكن بعدها جه التضخم كتمن لكل الفلوس اللي اتطبعت. خلاصة كل يوم في مكان في العالم في حد بياخد قرار عن سعر الفايدة أو حجم الإنفاق الحكومي. القرار ده ممكن يحدد لو هتلاقي شغل السنة الجاية ولا لا، لو مرتبك هيكفيك ولا لا، لو هتقدر تشتري بيت ولا هتفضل مستأجر طول عمرك. السياسة النقدية والمالية مش مجرد نظريات في كتب الاقتصاد، دي أدوات حقيقية قوية وخطيرة. استخدامها الصح ممكن ينقذ ملايين من الفقر، واستخدامها الغلط ممكن يدمر شعوب كاملة. دلوقتي لما تسمع ان البنك المركزي رفع الفايدة او ان الحكومة اطلقت حزمة تحفيز اقتصادي، هتفهم ايه اللي بيحصل ورا الكواليس وازاي القرارات دي هتأثر على حياتك. المعرفة قوة، وفهمك للسياسة الاقتصادية بيخليك مواطن واعي قادر تحاسب المسؤولين عن قراراتهم. انا العارف وديني قلت لك.